السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم أينما كنتم. اليوم ودي أني أسرد لكم بشكل سريع قصة من قصص التاريخ الجاهلي. القصة تحكي عن شخصيتين، الشخصية الأولى وهي مرضاوي بن سعوة المهري، والشخصية الثانية هي شاعرة بني ريام خويلة المهرية. تدور أحداث القصة أن كان في حرب بين طرفين، الطرف الأولى يضم قبيلتين، وهي قبيلة ناعب، وهي قبيلة موجودة إلى يومنا هذا في شمال عمان، يقال لهم الناعبي، وهي قبيلة من مهرة. والقبيلة الأخرى اللي معها قبيلة داهن. والطرف الثاني قبيلة بنو ريام، وبنو ريام موجودين إلى يومنا هذا نفس الشيء في شمال عمان، ويقال لهم الريامي. وبحسب المصادر الموثوقة وكتب التاريخ معروف أن بنو ريام هم بطن من بطون مهرة. هذين الطرفين دارت بينهم حرب، انتهت بانتصار الطرف الأول اللي هو قبيلة ناعب وداهن على الطرف الثاني اللي هو قبيلة بنو ريام، وانتصروا عليهم وطرحوا منهم 30 قتيل، 30 رجل. بعد انتهاء المعركة كانت بطلة شخصيتنا اللي هي خويلة المهرية شاعرة بنو ريام تمر على قتل قومها، قتل بنو ريام اللي 30 رجل، وكل ما جاءت عند رجل تقطع منه الخنصر، هذا هو الخنصر، تقطع منه الخنصر، حتى قطعت 30 خنصر من 30 رجل. وبهذا 30 خنصر نظمت فيهم عقد وحطته على جيدها، وفكرت من تنتخب من ما جاء في بالها إلا ابن أختها اللي هو مرضاوي بن سعوة المهري، لأنه كان فارس لا يشق له غبار، وكان شاعر، وكان سيد قومه، ولكنه ما كان قريب منها. المهم ارتحلت والعقد على جيدها إلى ابن أختها. أول ما وصلت عند ابن أختها قالت قصيدة من أجمل ما قيل في الأدب العربي في طلب الفزعة وطلب العون. القصيدة في محتواها تقول: مرضاوي أني جيتك وراي ثكالى ويتامى تغتلي كبودهم، وهم يشوفون آبائهم وأخوانهم وجماعتهم يطرحون أمامهم ويذبحون. فتنشد في أبياتها المشهورة في الأدب العربي، واللي تقول فيها، تقول المرضاوي: يا خير معتمد وأمنع ملجأ، وأعز منتقم وأدرك طالبي، قد جئت وأفئدة الثكالى تغتلي، بسوادها فرق الفضاء الناضب. هذه خناصر أسرتي مسرودة، في الجيد مني مثل صمت الكاعب، 20 مقتولا وشطر عديدهم، صيابة في القوم غير أشائب. طرقتهم أم اللهيم فأصبحوا، تستن فوقهم ذبول حواصب، جزرا لعافية الخوامع بعدما كانوا الغياث من الزمان اللاحب. فابرد غليل خويلة الثكل التي زميت بأثقل من صخور الصاقب. تنتخيبه صخور الصاقب. الصاقب هذا يقال أنه جبل شامخ في عالية نجد. تنتخيبه تقول له: أبرد قليل خويلة الثكل التي زميت بأثقل من صخور الصاقب، كأنها رميت بأثقل من صخور هذا الجبل الشامخ اللي هو اسمه الصاقب. المهم مرضاوي كان يسمعها واحمر وجهه من الحمية، وافتز واعتزب قبيلته، وكان فارس معروف فيه حمية 1000 فارس. المهم انه رد عليها بيتين من الشعر يتوعد فيهم قبيلتي ناعب وداهن بأنه يصبحهم بسيفه بالذبح، وحرم على نفسه النساء والخمر حتى ياخذ بثار خالته. المهم انه ركب مطيته وهو ينشد الخالته ويقول: أخالتنا سر النساء محرم علينا، ومشاهد الندامة على الخمر، إن لم أصبح داهنا ولفيفه، أو ناعبا جهرا براغية البكر. وفعلا ما وقف، مثل ما مكتوب في كتب التاريخ، ما وقف ضربه على إباط الإبل حتى صبحهم جيشه ورجاله، وما غربت الشمس إلا وهو طارح منهم 30 رجال ومنتصر عليهم وماخذ بثار خالته خويلة. هنا شفي قليل شاعرة بني ريام خويلة المهرية، وانتهت قصتنا. حبيت أني أنقلها من الكتب المقروءة والمكتوبة إلى عالم السوشيال ميديا.
فإن قصرت فسامحوني على البصور، وإن زانت وما زانت إلا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.